بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض بقى كده احسن مشروب كده يدفيكي في الشتاء. هنعمل مع بعض النهارده المغاد. طبعا المغاد دوت معروف بقى كده، هو بيدفي قد ايه وفوائده قد ايه. طبعا في ناس كتير بتخاف برضو تعمله لا يطلع معاهم مش مظبوط. النهارده هقولك ازاي تعمليها كده مظبوطه وتطلع معاكي بالقوام الجميل دوت. هقولك على كل التريكات اللي هتخليه يطلع معاكي مظبوط من غير ما يتحرق منك ويغمق زياده عن اللازم، ومن غير ما يطلع برضو معاكي مكلكع. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي واللون بتاعه بجد كده هو خطير. اهم حاجه بقى كده الفيديو دوت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى كده على طول نسمي بالله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب، وان شاء الله هحاول انزل لكم بقى بوصفات حلوه كتير هتنفعكم باذن الله في شهر رمضان. كل الوصفات اللي انتوا حابينها اكتبوا لي في الكومنتات وانا باذن الله هعملها لكم. هنعمل من اول بصوا القطايف والكنافه. هنعمل عجينه القطايف في البيت، وهنعمل عجينه الكنافه في البيت، وهنعمل اي حاجه انتوا حابينها قولوا لي عليها في الكومنتات. وغير بقى حلويات رمضان وحلويات العيد. ان شاء الله بجد والله هنعمل وصفات هتستفادوا منها كتير. وكمان غير انها هتبقى حاجات مضمونة والله ومقادير مظبوطة، حاجات متجربة من سنين مش اول مرة اعملها، وهنزلها لكم باذن الله بجد هتستفادوا. بس طبعا اهم حاجه انتوا تكتبوا لي بقى كده هوت عايزين ايه الاول، عشان بقى ايه الوصفه دي ما تطيرش مننا. انا اول حاجه كده حطيت معلقتين من السمنه، ونزلت بشويه كده من السمسم. تمام. اول ما السمسم كده هوت ايه حسيت ريحته كده طلعت واتحمص، نزلت بالمغاد. المغاد بحط لحد ما القوام يلف معايا بالشكل ده. شايفين كده القوام بتاعي عامل ازاي؟ والنار بقى اهم حاجه ما تبقاش عاليه عشان مش عايزينه يحمر وياخد لون بسرعه. احنا عايزينه يتحمر على نار هاديه عشان خاطر ياخد اللون الذهبي الغامق اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي، بس على نار هادية يبقى استوى. ما يبقاش اتحمر بسرعة كده اتحروق، فيبقى تيجي تسويه يبقى عامل معاكي كده مزملق. لا، لو حتى نوع مش حلو، لو النوع الموات اساسا مش حلو، هتبص تلاقيه لما تعملي بالتسوية المظبوطة هيطلع معاكي طعمه جميل. بصوا بقى انا اهوت حطيت المية بعد ما وصل للون دوت. خدي بالك من الفرق كده من اول ما حطيت المغاط، والفرق من اللون اللي انا شايفاه اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي. تمام. لما بحط بقى المية عادي في الوقت ده اعلي النار عادي. هحط بقى السكر حسب بقى ايه ما انت حباه بقى، بس هو بصراحة ما يبقى مسكر شوية بيبقى حلو. حطي السكر ودوقي وشوفي انت زي ما انت حابة. وحطيت بقى كمية المية قليلة شوية، ولو بعد كده احتاج مني مية بزوده. في الاول ما زودش مية كتير لان في نوع مغات بيزيد وبيتقل، وفي نوع مغات لا، فانت ما تكتريش قوي. زي ما انتم شايفين كده بزود المية بالتدريج. بصوا اللون بتاع المغات عامل ازاي، بجد خطير. اهم حاجه تديله اللون الحلو بس على نار هاديه. بصوا خلي بالكم كمان لما بيبرد بيتقل، يعني هو بصوا كده هو تحسيه مش تقيل قوي. كل لما بيهدى بقى شويه كده هو بتلاقيه تقيل كمان. وكمان لو فضل حبه وسبتيهم مثلا، يعني انت مثلا صبيتي منهم كوبايه ولا اتنين وفضل شويه، لما بيبرد تاني وتيجي تسخنيه بيتقل فبتزوديه شويه ميه كمان. بس غير لو عملتيه فاتح، يعني لو انت حمرتيه وطلعتيه فاتح كده اهو تقليبه والتانية، بتبصي تلاقيه كده يعني تقيل كده في مطة كده عامل شبه المهلبية كده عامل شبه البلوزة. بص ده عامل ازاي. اكيد طبعا نفسكم اتفتحت وهتقوموا تجيبوا مغض دلوقتي وتعملوه. بجد يعني ممكن تجيبيه من عند اي عطار. ان شاء الله تجيبي حتى ب20 جنيه هيديكي، وهتعملي بجد حبة مغاض يستاهلوا بق. حلوة جدا في الشتاء وبيتدفي. وكمان بقى للناس اللي لسه والدة، والله يعني عرف ناس من غير ولادة من غير حاجة بيجيبوه بيعملوه بيدفي كده، في ناس ما بيتقطعش من عندهم في الشتاء. خلاص بقى بصوا عملته بقى بجد كان ريحته تحفة. يعني عايزة اقولك لما تعملي كده لو في جارة جنبك غالية عليكي لازم تطلعي لها كوباية كده هو، عشان خاطر ريحته هتوصل عندها. في تريك كمان كنت بعملها بس بصراحة كسلت اعملها. بجيب نص معلقة سمنة صغيرة كده وشوية سمسم وزداني وبحمرهم تحميرة حلوة وبخليهم على جنب. ده كده كنت بحطه على الوش. ريحته بقى وطعمه بيبقى كأنك حاطة بندق، حاطة كده مكسرات من النوع الغالي. انما انا النهاردة كده هحط بقى ايه، جوزة الهند كده، شوية كده من السوداني اللي هو السوداني الصغير بتاع الحلويات برضو طعمه جميل. بس لو حابة تعملي التركة ان انت تحمريه كده بمعلقة سمنة صغيرة بالسوداني بيبقى جميل جدا.
بصوا بقى اشربي بقى احلى كوبايه مغات. يا ريت بقى الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. وبشكر كل حبايبي اللي اشتركوا في القناه، ربنا يبارك لي فيكم يا رب كده هوت، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بجد بفرح جدا كل ما بلاقي اي حد كده دخل لي كده وكتب لي كومنت حلو. وطبعا القناه يعني باذن الله هتتفعل بيكم كده هوت وبحبكم ليا. بصوا القوام عامل ازاي بتاع المغات، مظبوط جدا وجميل. اتمنى يا رب الفيديو ده يكون عجبكم ونال رضاكم. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.